البرية وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، وهذه الأرض التي نعيش عليها خلقها الله، والذي أنزل من السماء المطر الذي يجعل الأرض خصبة يعيش عليها الإنسان وغيره. الله خلق فيها الأشجار والأبحار والأنهار والبحار والجن والإنس، وهؤلاء الناس خلق الله لهم العقل الذي يعرفون به الخير من الشر، وهداهم إلى ما يعملون وإلى ما يتركون. فكان منهم المؤمنون الذين يطيعون الله ويعملون ما أمرهم ويجتنبون ما نهاهم، وكان منهم المنكرون الذين يعصون الله ولا يبالون بما أمرهم الله به وبما نهاهم عنه. قد أفلح المؤمنون الذين يطيعون الله ورسوله. إخواني وأحبائي في الله، هل عرفتم من هو المؤمن؟ المؤمن هو المصدق بالله ورسوله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. والمقصود بالمصدق بالله الذي هو المصدق الذي يذكره باللسان، يعني يذكر الله تعالى كما قاله تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اذكروا الله بأي ذكر كان، من تسبيح أو تحليل أو تحميد أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الورد الذي ينبغي للإنسان أن يلازمه هو قول لا إله إلا الله، ثم الاستغفار، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام عبد الله الحداد: الأوراد لا تنفع إلا مع الدوام، ولا تؤثر إلا مع الحضور. وأما كثرة الأوراد مع العجلة والغفلة وقلة الحضور مع الله تعالى فنفعها قليل. إذن كيف بنا؟ كيف بذكرنا وتحليلنا ووردنا في وقت العيشة وفي وقت الصباح نحن نذكر الله تعالى مع الغفلة ومع النوم؟ هل وجدنا الفائدة بذلك الطريقة؟ اسأل إلى نفسنا الناتجة من كلامي. نحن المسلمون ونحن المؤمنون يجب علينا أن نذكر الله تعالى قياما وقعودا وعلى جنوبنا بكرة وأصيلا لكي نكون فائزا مؤمنا حقيقيا. ممكن هذا ما أستطيع أن نفتي في هذه الفرصة النفيسة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.